سلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وعلى اليوم ان شاء الله حنتقاسم مع خياتي واحد الوصفه لقهوه العصر تخرج بزاف هايله. تصنيوه تاع الكيك ولا تاع المسكوتشو تخرج بزاف هايله يا البنات، طيبه على حبه، والريحه تاع التشيناي دايره عندنا حاله في الكوزينه. شوفوا كيفاش سني والله يبارك اليوم وغدوه ان شاء الله الا كتبها ربي نقسمها معكم هكا تشوفوا. جات ما شاء الله طيبه من تحت ومن فوق، جات تهبل يا البنات، خفيفه ومشربه حتى للقلب. شوفوا وجات مشربه ما شاء الله، جات بزاف هايله. هذاك العصير تاع البرتقال هو اللي خلاها تجي مشربه وتجي خفيفه هكا، جات مهويه ما شاء الله يا البنات. تاكلوها بالصحه ان شاء الله وتجربوا حاجه سهله مهله. قهوه العصر نديروها لوليداتنا ومع قهوه حليب ولا اتاي مع العشيه، هذيك هي. ان شاء الله تعجبكم تجربوها. روحي دوكا وديري لي شير مع الفيديو، خلي لي كلمه طيبه في القناه. ان شاء الله يعجبكم الوصفه تاعنا لنهار اليوم. لكم تفضلوا نشوفوا كيفاش حضرنا. عندي هنايا 2 حبات تاع البيض، وراح نضيف عليهم نص الكاس تاع السكر. انا درت بهذه الكيله تاع الفلو البنات، السنيوه تاعي صغيره. وعندي هنايا الكيله تاع الزيت نفسها، راح نضيف ملعقه تاع لافاني. وعندي هنايا نصف الكيله تاع الحليب، اللي ما يحبش الحليب يستبدلها بالياغورت الطبيعي. راح نشوفوا نخلط كامل هذو المكونات مع بعضهم بعض حتى يتجانس لي الخليط، ونعاودو نكملوا المكونات الاخرى. شوفوا هنايا عندي قشور تاع حبه برتقال، والعصير نحتاجو فيما بعد. راح نستعمل الفارينه بنفس الكيله اللي خدمت بها. عندي هنايا كيله تاع فارينه، هاي الكيله الثانيه لكن مانش راح نديرها كامل. وراح نحط لها 10 غرام تاع خميره تاع حلويات، ونكمل نخلط كامل هذو المقادير. هنا البنات تستعمل السكر البني، وانتم هنا الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا السكر الابيض عادي. شوفوا هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. نخليها تريح واحد 5 دقائق هكا باش تشرب لي كامل هذيك الكميه تاع الفارينه، ونعاودو نرجعوا ليها. شوفوا القوام تاعها يبان لكم راه جاري، لكن كي نخليها تريح ثم راح يثقل لنا الخليط تاعنا. بعد ما ارتاح العجين تاعي، شوفوا اثقل على اللي كان، يعني شوفوا الفارينه تشرب كميه السوائل. راه هنايا ما شاء الله. هنا واش ندير، نجيب القالب اللي يروح الفرن. هنا شعلت الكوشه تاعي تسخن، دهنته بالزيت مليح، درت له شويه فارينه هكا باش نضمن اللي ما تلصقليش. نحط هنايا الخليط تاعي. شوفوا هذا السنيوه صغيره كاع درتها. شوفوا نخبطوها هكا بكامل
الخليط تاعنا يتوازن لي مع البلا، فما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. نخلي الكوشه تاعي تسخن مليح ومن بعد نطيبها. هنا نحطها طيب. شوفوا عندي هنايا عصير حبه تاع برتقال، هنا راح نديرها كامل على السنيوه تاعنا ونخليها تشرب ومن بعد باه نجي نزينها معكم. شوفوا البنات درت لها هذا الساشي هكا. شوف هادو البقع البيض اللي راكم تشوفوا فيهم هادو تاع التشينا، انا نحبهم بزاف على الكيك. شوفوا عندي ملعقه تاع معجون، راني حنوزعها هكا. ملعقه تكفيكم بعد ما تشربت مليح مليح هذه الكيك تاعنا بهذاك العصير تاع التشينا. تقدروا تستعملوا اي معجون عندكم هنايا، والتزيين يقعد اختياري، واش عندك في المنزل زيني. انني حنديرها بنوات كوكو، نتوما لا ما تحبوش نوات كوكو ديروا اي حاجه اخرى. وفي الاخير هذه النتيجه اللي نتحصلوا عليها. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله يا البنات، جات بزاف هايله. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. فضلا منكم وليس امر. رجع من الفيديو روحي دوكا وديري لي جيم باش يشوفوا اكبر عدد ممكن. هكا نقسمها معكم تشوفوها. بعد ما قسمتها البنات شوفوا تخرج بزاف هايله، تخرج ما شاء الله، تخرج طريه ومشربه حتى للقلب بهذاك العصير تاع التشينا. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بقوا على خير وتهلاو بزاف في روحكم.